بطبيعة الحال الكلام اللي قالوه المحامين ومحمد الكحلاوي الكل مانيش باش نعاود، أما تحية شكر خاصة. عندكم سفراء في الاعتصام هذا، عندكم سفراء فيهم قدر كبير من الأمانة وفيهم قدر كبير من التضحية، وأنا ريت على عيني محمد وطارق وسمير وقت اللي جاوا الندوة اللي فيها الألمان كان عندهم شغل واحد هو الاعتصام هذا. يعني ما اكتفوش انه يعرفوا بالقضية بتاعكم اللي هي قضية عادلة واللي حكاوا عليها رفاقي وأطلبوا في الحديث عليها واعطوها حقها، فقط عرفوا بالقضية بتاعكم على مستوى أممي على مستوى عالمي. والرسالة اللي قراها الرفيق محمد الكحلاوي من الألمان هي المجهود متاع طارق ومتاع محمد ومتاع سمير اللي شادين الصحيح في المطالب متاعكم. ونحب ننبه الحاجة، وقت التقوى الحركة ثم ديما الحكومة هذه العميلة الرجعية اللي آخر اهتماماتها هي مصلحة الخدامة تبدأ تلوج كيفاش تفك الصفوف متاعكم وكيفاش تفرق ما بيناتكم وتبدأ تبث في الإشاعات وتبدأ تبث في الأقوال المعناها وتبدأ هذاك بيه وهذاك عليه. ردوا بالكم، راه بوحدتكم تنتصروا، بوحدتكم تنتصروا. إذا كان فرقوكم هم ينتصروا عليكم، ما تصدقوهمش وما تصدقوش الخزعبلات نتاعهم. المسألة الثانية بكري نحكي مع الأولاد، معناها البوليس التونسي اللي يحكي على انه تحول بوليس جمهوري. البوليس الجمهوري راهو ما يهبطش على العائلات والنساء الكبار يروحها ويخوفها، على خاطر اولادهم عاملين اعتصام على حقهم. البوليس الجمهوري راهو ما يمشيش يخوف الناس ويبدا يستدعى فيهم ويرسل فيهم للمنطقه، وعاو شكري ضرب اثنين تليفون ايجا فكوا الاعتصام ايجا عملوا كذا. ما تخافوش منهم، راهو عهد الظلم ولا. علاش ولا؟ لانه حقوقنا، واحنا رانا خدامه كيفكم نخدم في البريد ونقاسوا نفس اللي تقاسوا فيه وشهرين التالي عاملين ضراب على حقوقنا. راهي الحقوق ما تتهداش، واللي يتصور انه يبقى في داره مربع ساكيه وقاعد يستنى في حقوق باش تجيه راهو يحلم. يلزمك تعارك ويلزمك تقف ويلزمك تقنع داركم وتقنع امك وتقنع اخواتك اللي انت تدافع على حقك، واللي هذاك راهو ماهوش مزيه. وانه السيد هذا مولا المعمل بكري يحكي لي طارق وقت تحبس ماكينه يهبط لها 14 خبير عامل يطيح يعمل له هكا بساقيه ويجيب له سبونتكس نتاع ماء. تصور انت حجم المعامله اللي السيد هذا بن عياد يعمل فيها في الخدامه في المعمل نتاع جديده اللي هو مبني على ارض جديده ويستعمل في الماء نتاع مجرد نتاع جديده ويخدموا فيها اهالي جديده. وبكري فما عامل عنده 30 سنه 30 سنه خدمه، معناها جاب صغار قراهم اتخرجوا يلقى روحهم برا، لا عنده لا تغطيه اجتماعيه ولا شهريه. يعني هذه قمه في النزاله، قمه في الانحطاط، قمه في معاداه الانسانيه. والحق راه يلزم ناس تمن بيه باش تدافع عليه. والحق ديما على مر التاريخ اللي امنوا به اقليه، لكن مع الصراع مع النضال مع التمسك اصبحوا اغلبيه وانقلبت موازين القوى لصالح الخدامه وصالح الفقراء وصالح المفقرين. وراكم تشوفوا بن علي والجبروت نتاعو الطرابلسيه والجبروت نتاعهم في نهايه المطاف بهبه شعبيه بانتفاضه شعبيه وجديده على مر التاريخ فيها الفلاكه وفيها الناس اللي ضربت بالكرتوش المستعمر الفرنسيس وفيها الناس اللي خرجت للمال. هما بيدهم اللي توقفوا في الانتفاضه بشبابها برجالها بنساها. ما نتصورش انهم بشاركوا قدام الجبروت نتاع بن عياد. ما نحبش نطول برشا، لكن احنا بامكانياتنا المتواضعه في كفاح وفي منظمه كفاح ما عندناش تلفزه، عندنا جريده، الجريده ذيك على ذمه اهالي جديده، عندنا صفحه في الاعلام في الفيسبوك وفي الانترنت باش تكون على ذمه العمال في جديده. يعني جاد الفقير بما لديه. ونحب نرفع حكايه، راه ماهمش المحامين الكل خايبين. عبد الناصر راكم تعرفوه من قبل من عهد بن علي، وايوب راهو ناظر من عهد مثل بن علي. صحيح في كل قطاع ثم خونه وثم مرتزقه، لكن زاد في كل قطاع ثم ناس شرفاء صمتوا على الحق ودافعوا على الحق. وجايتهم اليوم وجايتنا اليوم الانتخابات تعدات وانتم تعرفوا انه مشيت على روحها المجلس التاسيسي. ماهيش هذه المساله، المساله مساله قناعه، مساله الطبقه العامله
قاعده تتشرد، الطبقه العامله اللي قاعده تتضرب في لقمه العيش، الطبقه العامله اللي بلد مش صحيح ما خلتش الطبقه العامله، العالم الكل، تونس، جديده، المصانع، العمال، محيوط، السدود، شكون بناها؟ بناها بالعياد، هذيك مات فيها بيك وبابا، مات فيها جدك وجدي، اليدين تقصت، العيال ترملت، العائلات تشردت، الصغار تيتموا بعرق الخدامه مش بفلوس، بالعيات المسخه اللي هو باغذ عامل باش يداوي لي يده. مانيش باش نطول، نوصي على حاجه برك، الوحده ثم الوحده ثم الوحده، لانه عندما تحكمون وحدتكم الاكيد ان وحده اعدائكم ستنهزم. وشكرا.